السادة ملوك ورؤساء وحكام الدول العربية، 21 يوم عملتوا ايه؟ عملتوا ايه؟ الكل عملتوا ايه؟ نشجب وندين والكلام الحلو الأمور ده، واخواتنا بيموتوا هناك. يا عم ما بنقولش اللي احنا نحارب، بس اضعف الايمان ايه؟ اضعف الايمان اللي احنا نطرد السفراء والممثلين بتاعتهم من بلادنا، نقول اللي احنا بالواقع بالتنفيذ، مش بالكلام، مش بالكلام بس. اجتمعوا ولو لمرة واحدة، خلافاتنا كلها ماتش كورة ومش عارف ايه والكلام الفاضي ده. اجتمعوا مرة واحدة، خلوا لينا رأي واحد، مش كلها شعارات، ولا استثني احد. كله بيتكلم وكله بيقول شعارات، وقت الجد يقول لك افتح الحدود. طب ما تفتح الحدود وبعد كده، افتح الحدود وبعد كده تتفرج عليا وتمصمص شفايفك وتشجب وتستنكر. كله ليه؟ عشان نبقى ايد واحدة. ساعتها مفيش حد هيقدر يقف قدامنا، وعشان احنا ما بنبدأش بالغش بالمهازل اللي بتحصل ديت. احنا ناس بتدافع عن نفسنا، ديننا بيقول لنا كده، وعاداتنا وتقاليدنا وتاريخنا قايل لنا كده. احنا بنقف جنب المظلوم، بنقف جنب المظلوم، ملناش وشين. المفروض ملناش وشين. مش ده حبيبنا نقف جنبيه حتى لو ظالم، وده مش حبيبنا فحتى لو مظلوم سيبه يا عم يدعك. اهو ده كلها 21 يوم، يعني كم واحد ماتوا؟ يا 7000 8000 10000. ايه المشكله يا عم؟ ايه هيولدوا غيرهم بعد كده؟ ما ينفعش، ما ينفعش. اضعف الايمان اطرد السفير، اطردوا السفير من جميع البلدان العربيه والاسلاميه. مش كل شويه افتح التلفزيون ابص الاقي فلان بيقول لك واحنا هنعمل ولو حصل مش عارف هنعمل وهنسوي والكلام ده كله. ولا حياة لمن تنادي، كلها شعارات. والشعب بيغلي، الشعب بيغلي. الشعوب العربية كلها خلاص جابت اخرها، شافت الازدواجية اللي بتحصل. فخلي بالكم من شعوبكم، خلي بالكم من شعوبكم، وشعوبكم هتقف جنبيكم، هتقف جنبيكم لما تعوزوها. حسسونا اللي احنا لينا قيمة. هنا بره ما بيفتح، في ناس ما بتعرفش فين في فلسطين. احنا بنحاول دلوقتي نقول لهم، يقول لك لا يا عم ده هم اللي بدأوا. يا عم بدأوا ايه؟ ارضك ومحتلة، ما تدافعش عن نفسك. ارضك ومحتلة، ما تدافعش عن نفسك. ده الكلام اللي احنا ابتدت الناس تقرا التاريخ وترجع وتشوف تاريخ فلسطين ايه واللي كان حاصل فيها وهم عايزين ايه. لكن نبص من ناحية تانية، والكلام ده اتقال لي ناس كتير عايشة بره. وانتوا فين حكامكم؟ عملتوا ايه؟ عملتوا ايه؟ قطعتوا بترول؟ طردتوا سفير؟ محدش بيتكلم على الحرب، محدش بيقول حرب. لكن هنستنى لغاية امتى لما نبقى للدور؟ ده في ناس بتعلم عيالها من النيل للفرات. اصحوا يا بشر، اصحوا يا بشر، اصحوا. ولا في فلوس هتنفع، ولا في مراكز هتدوم، وكلها متر في مترين، كلها متر في مترين. وبعد كلامي دوت، ولو فوجئت اللي طبعا مش هبقى مفاجئ يعني، اللي القناة اتحذفت في 60 داهية، في 60 داهية. انا ده رأيي وانا حر في رأيي، ولا بشجع على كراهية ولا بشجع على مش عارف عشان الاسطوانة الفاضية اللي انتوا ايه شغالين فيها. في ايه؟ في ايه؟ نصحى. اقل حاجة اطرد السفير.
اقل حاجة كل حكامنا العربية والاسلامية لغاية دلوقتي مفيش حد فيهم عمل حاجة مع السفراء. عارف لما تطرد السفير هو ده اللي بيسمع بره. لكن انت مظاهرات طبعا مع احترام للشعوب اللي بتنزل وبتتظاهر جوه بلادنا العربيه، بس مفيش حد بيتفرج عليها. انا عايش هنا في بولندا مفيش حد بيجيب حاجه في التلفزيون. عارف بيجيبوا امتى؟ لما الجاليات العربيه بره والناس اللي عندهم ضمير، الاوروبيين اللي بره اللي بيطلعوا في الشوارع يوم الجمعه ويوم السبت، او يوم السبت عاده عشان اجازه، فبيطلعوا فيه وبيطلعوا رافعين الاعلام الفلسطينيه، هي دي اللي بتجاب عندهم اوقات على التلفزيون لما بيكون في حشود. لكن انت مظاهراتك اللي بتحصل سواء كان في مصر ولا في العراق ولا الكلام ده كله مفيش حد بيجيبها. ده مش معناها اللي هي قليله، لا. انت اعمل حاجه عشان تسمع بره. لما يقول لك ده فلان وفلان وبلد 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 طردت السفير، هيسمعوها بره. يقول لك يبقى كده معناها هم مش عاجبهم. نساعد بعض. اليهودي ما عنديش اي مشاكل معاه، المسيحي ما عنديش اي مشاكل معاه، اللي مالوش مله لا ربنا هو اللي هيحاسبه مش انا اللي هحاسبه. لكن انا واحد دخل بيتي يقتل اطفالي ويقتل اسمه دوت واسكت له، ما اعتقدش. اللي هي المفروض اضعف الايمان اللي انا بدافع عن نفسي واخواتي يقفوا جنبيا باضعف الايمان. يا اخي مش بالدعاء بس، الدعاء مهم، بس لما ربنا يسالنا كل واحد عمل ايه ما نقولوش اصل انا عملت ايه. طبعا اللي عارف اللي هو ما فيش حاجه قدامه غير اللي هو يشير ويعمل معلومه، ده ليه ثوابه. لكن بالنسبه كحاكم وكرئيس ليه وكامير وكشيخ والمصطلحات اللي احنا بنسمع عنها ديت، عارف اللي هو دي بلده وهو سيد القرار فيها، يجتمع مع اخوه الرئيس والامير والكلام ده كله ويعملوا حل موحد غير للشد والاستنكار. عشان خاطر لينا 70 سنه لما كنت عيل صغير لغايه دلوقتي عندي 43 سنه وانا بسمع ان بكره الارض دي هترجع تمام، وهنعمل وهنسوي وي ولا بنعمل ولا بنسوي ولا بنعمل حاجه. احنا بس بنشجب وبنستنكر وبنتعاطف. ما ينفعش. وده رأيي يا جماعه، وربنا يبقى مع اخواتنا في المقام الاول، وثانيا احنا لازم دول مش فراخ 7000 نصهم اطفال، والناس كلها بتقول مش كلامي، المنظمات كلها الامميه بتقول اللي بيحصل ده غلط مجازر، وبرضه بيعمل. يبقى احنا قدام مافيا، والمافيا بيتعامل معها ازاي انتوا عارفين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.